السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. كي دايرين مع هذا رمضان؟ ايوا نتمنى تكونوا مزيان ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد ان شاء الله ديال واحد الكيكه كتجي مغايره على الكيكات اللي كنديروا دائما عاديا، وبمقادير بسيطه تكون توجد في كل بيت وسهله. ندوزو المقادير ان شاء الله. شنو كندير في هاد الكيكه؟ عندنا هنايا 280 غرام ديال الفرينه ديال الطحين، هي 2 كيسان ديال العنبه اللي ما عندوش الميزان باش تيعبر، وعندنا الزبده هنايا 180 غرام د الزبده، وعندنا كاس ديال الحليب وكاس ديال السكر، وعندي هنايا عندي هنايا جوج معالق ديال الكاكاو. هادو غادي نخليهم حتى للتالي حيت غنصوب بهم. وعندي هنايا 4 ديال البيضات، درت البيض بوحدو والصفر بوحديتو، بيضه نتوما غادي تشوفوني حتى هو كذلك. وعندي هنايا فانيليا، واللي عنده سائله يدير 1-2 معالق. انا عندي هذه دابا في هذه الساعه. وعندي الخماره هنايا، هذه فيها 15 ديال الغرام، الا كتبان لكم هنايا هذه فيها 15 غرام، وغادي هي 2 معالق غادي نحتاج وصافي، وغادي نديروهم وندوزو بالطريقه ان شاء الله. دابا غادي نقبطوا هاد الزبده هذه غادي نديروها هنايا، وغادي نزيدو معها هاد السنيده. وهاد الكيكه هذه اللي غنصوب معكم راه ديال الزوج ديالي، هو اللي كيصوبها، ولكن انا غادي صوبيها نتيا ونشوفوا غادي طلع معايا طلع مزيان. المهم غادي نخلط هاد الزبده مع السكر مزيان تدخل. المهم كتدخل ديك السكر بسنيده مع ديك الزبده مزيان، وكنزيدو فانيليا كما قلت لكم. اللي عنده فاني ديال السائل من احسن، واللي ما عندوش يدير هذه وصافي. نحطها حتى هي. دابا غنزيدو هاد الصفر ديال البيض اصفر، نهبط هذا الجناب الباطوله حتى هي تنهبطوا هذا الجناب هكايا باش يتخلط كلشي. دابا غادي نزيدو بسميتو بهذا الفرص معلقه، هي نديرو 2 معالق هكا ولا 3،
وغادي نجيبو هاد الخماره اللي قلت لكم، انا نعبرها لكم بالمعالق لان تنحتاجو جوج معالق كبار كما قلت لكم. كنغربلوها غادي نزيد من الاخرى شويه، من 2 معالق صغار عامرين. نتوما غادي ديروا، المهم غادي نزيد هكايا بحال هكايا، غادي ديروا واحد 8 غرام 8 غرام هي 16 غرام كاع ديال الحلوى، خميره الحلوى وصافي. وغادي ديروا هاد الحليب تبقى تزيدوه شويه بشويه، ها نتوما هكايا وتخلطوا. هذه هي الطريقه. ثم بعد ما خلطتها مزيان، دابا غادي نخليها على جنب وغادي نمشيو نصوبوا البيض البيض. هاني دابا جبت معكم هذا البيض البيض، غنطلعو نطربو بحال سميتو التحل هكايا. فيها نتوما شو ملي تشوفوه هكايا دار هاد البونطه هاد الرويس هكايا، عرفوا راه وجد وصافي. دابا غادي نجيبو هاد البيض ديال البيض وغادي نخويوه كله هنايا. نتوما كي كتشوفوا كتجي واحد مسكوته غزاله سبونخه هكايا كيقولوا لها هنايا سبونجه، وكتخلط من الفوق للتحت. تتدخل داكشي مزيان، ديك البيض البيض تدخلو لداخل مع الخليط الاخر. كما كتشوفوا انا دخلت ديك البيض البيض كله لداخل، كتبقاو غير معاه بشويه بشويه حتى تيدخل من الفوق للتحت، ما تخلطوش هكا. دابا غادي نجيبو هذا البول، غادي نقسمو هذا على جوج هكايا. ما تشوفوهاش هكا تقولوا راه واعره، راه ساهله. غادي نجيبو هذا الكاكاو وغادي نغربلوه.
كتجي هاد كيكه من الداخل بحال زبره، هنايا تيقولوا لها بحال اش كيعيطوا لها، باش تخرج لي السميه ديالها. المهم كتدخلوا عاوتاني هاد كاكاو هنايا 2 معالق صغار. زبره هو ديك هذا اش كيعيطوا له الحمار الوحشي، بحال هكا كتجي. هادشي اللي تندير الغابه. الاول ما بغاش تخرج لي، نسات ليه. دابا راني جبت المول، دهنته بشويه ديال الزبده ودرت له شويه ديال الطحين. اي مول اللي عندكم، انا غندير هذا. غادي نخلطوا هاد العجينه، غادي ندير شويه هكا. المهم غادي نقادها هنايا باش تجيني دابا. غادي ندير عاوتاني الخليط ديال الشكلاط هكا، ونبقى ماشيه على هاد المنوال تنسالي الكيكه ديالي. غادي ندير لها انا هكا، عاوتاني نديرو الكحل، ونبقاو ماشيين هكا بهاد الطريقه تنكملوا العجين ديالنا. دابا كتجي هكايا، وغادي ندخلوها للفران على 150 درجه 160 درجه. ما وقلوا عليها وشعلوا عليها من التحت حتى تشوفوها طلعت مزيان وهذا. عاد سميتو عاد شعلوا عليها عاود من الفوق. المهم راكم عارفين كما العاده كتقلبوا بالعويد ولا بالموس. ملي كتكون تخرجوا الموس ناشف عرفوها راه وجدات. ونتلاقاو ان شاء الله. الكيكه ديالنا من بعد ما خرجت من الفران جات على هذا الشكل هذا. انا زوقتها درت لها شويه كلاصي من الفوق وصافي. هذا الشيء اللي كاين. هانتوما كتجي رائعه رائعه جدا. هانتوما نقسم معكم طريف. هانتوما شو كي كتجي غزاله. هانتوما كي مفشفشه كتجي رائعه جدا. جربوها وغتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. جربوها في الديور ديالكم مع وليداتكم دابا مع هذا الحجر الصحي، ونتمنى يعجبكم. وما تنساونيش من اللايكات والاشتراك وتبارطاجيو مع الاهل ديالكم مع الاصحاب باش تعم الفائده. وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم زوينه باش نزيد لقدام ان شاء الله. ومع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله.